السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير والورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. لو بتشوفوني في المساء وصباح الخير على كل متابعيني لو بتشوفوني في الصباح. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. بحبكم جدا 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 داخل مصر وخارج مصر ومتابعيني في كل مكان. النهارده هنعمل مع بعض، مش هنعمل اي اكل خالص. النهارده كان سوق بلدنا زي ما متعودين مع بعض، وزي ما دايما متعودين ان احنا بنشوف مشترياتنا او الاسعار عندنا. وطبعا زي ما انتم عارفين كل بلد وليها الاسعار بتبقى تختلف عن البلد التاني، وهو ده اللي احنا بنستفيده من الفيديو. تمام. قبل ما نشوف جبنا ايه مع بعض من اسعار الفاكهه والخضار اللي انا جبتها، مش هقول لك كل اللي في السوق، لا بالعكس الحاجات اللي انا محتاجه بس جبتها. يلا حبيب قلبي، لاول مره يشوفني مشتركش في القناه ينزل على كلمه الاشتراك واشترك في القناه، ما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفوه. ما تنسوش تشتركوا وشير وسبسكرايب لام ايه عشان استمر معاكم ودايما نكون مع بعض. تمام. انا بصراحه في بدايه الفيديو تمام حابه اقول لكم ان انا صورت الفيديو ده قبل كده، كانت الحاجه كلها كانت موجوده في شنطه السوق. لسه الشنطه بتاعت السوق اهي مقدما يعني. تمام. ديت الشنطه بتاعت السوق. بعد ما صورت الفيديو ربنا يهدوهم ولادي اجوا موقعوا التليفون قبل ما احفظ الفيديو، وكل حاجه الحمد لله اتمسحت. تمام. فقدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء. يلا حبايب قلبي نشوف مع بعض جبنا ايه. ما تنسونوش باللايك والشير وسبسكرايب لام ايه. يلا بينا نشوف مع بعض ايه. يلا. هنا اول حاجه انا جبت شويه رفايع كده للبيت، الحاجات اللي انا محتاجاها. صراحه البيت بتاعي محتاج حاجات كتير جدا جدا جدا، بس الحاجات اللي انا محتاجه لها جبتها. تمام. اول حاجه هنا انا جبت اللي هو ست مجات شاي. تمام. كوبايات عادي خالص. تمام كده. بصوا اهي شكلها حلو جدا عجبتني بصراحه. جبت السته ب 25 جنيه. تمام كده. بصوا شكلها جميل جدا رقيقه وشكلها حلو. تمام كده. فانا جبت الست. تمام كده. يلا حبيب قلبي كده اذكروا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنفك بقى الكرب وتنحل بقى العقد ان شاء الله. طبعا بنسمي الله ونذكر الله قبل ما نعمل اي حاجه. تمام كده. وهنا جبت ايه؟ جبت بقى ايه؟ هراسه للبطاطس بقى، للفول، ايا كانت. بصراحه كانت ناقصاني وكان نفسي اجيبها من زمان. الهراسه ديت عامله 15 جنيه. تمام. بصراحه يا جماعه الاسعار يعني نار بجد، مش اسعار الفاكهه والخضار، لا اسعار الحاجات اللي هي الرفايع الحاجات دي. يعني الحاجه ام 10 بقت ب20 والحاجه ام 20 بقت ب30. فاهمين؟ يعني كل حاجه زادت عن الاول. طبعا كلكم عارفين الكلام ده، ربنا يسترها يا رب. جبت طبعا المنخل ده منخل سلك اهوت. تمام. انا طبعا كنت جايبه وانا متجوزه جديد وكده كنت جايبه من ده اللي هو على بعضهم الكبير والصغير والوسط والكلام ده. طبعا اللي صد منهم بقوا يصدوا من هنا كده، واللي اتقطع منهم واللي باظ وكده يعني. فانا بصراحه ما جبتهمش كلهم على بعض، انا جبت بس اللي البيت محتاجه. فانا جبت واحد بس، ما قدرتش اجيب كتير. هو واحد بس اللي انا محتاجاه ولا هو اللي انا هستخدمه. ده عامل 20 جنيه. تمام اهو. بصوا مش كبير ومش صغير، انا حبيت اجيب الوسط. ده عامل 20 جنيه. تمام كده. وطبعا انا جبت اللي هي المقاوير دي برضو. المقاوير ديت عامله كده، اللهم صل على النبي، عامله كده التلاته ب10 جنيه. تمام اهو. انا بصراحه ما كانش مع الست احدث من كده، فانا جبت اللي هم العاديين دول. بصوا اهو جبت التلاته ب10 جنيه. وجبت برضو كمان المقشره دي. انا بحبها جدا. اقول لكم اللي كان عندي مقشره زي دي كنت بحبها جدا وبرتاح فيها. في اي حاجه بقشرها، جزر، بتنجان، بطاطس، اي حاجه بتحتاج تقشير انا كنت برتاح فيها. بس بصراحه اولادي برضو ضيعوها، ربنا يخليهم يا رب ويكسروا ويضيعوا ويعملوا كل حاجه. تمام. فكان عندي دي سوق اهي، كان عندي دي ما حبيتهاش خالص، ما عرفتش استخدمها او ما ارتحتش فيها، ما حبيتهاش. تمام. فايه يعني انصحكم ما تجيبوهاش. طبعا كلكم عارفينها، فحلوه جدا. وجبت كمان لزوم بقى الغسيل، كان ناقصني مشابك غسيل وكده. جبت اللي هي المشابك العاديه دي. بصوا اللي هي الدستة ديت عامله 10 جنيه. بصوا هي عامله 10 جنيه. مش عارفه فيها كام مشبك بصراحه. تمام كده. وجبت هنا اللي هي المساكه دي. دي بتاع طبعا البطاطس والفراخ والتحمير والحاجات دي كلها. بصوا اهي انا كان عندي واحده. بصوا يا جماعه اهوت، انا كان عندي اللي هي دي المساكه دي. بصوا اهي على فكره مش حلوه خالص، انصحكم بجد ما تجيبوهاش لان هتركنوها مش حلوه.
ما حبيتش استخدامها وحش جدا، فانا دي عجبتني بصراحه، فانا حبيت ان انا اجيبها. بصوا اهي جميله جدا. فانا برضو هجربها، وان شاء الله في فيديوهاتي لو هي حلوه هقول لكم حلوه، لو هي يعني استخدامها وحش هقول لكم ما تجيبوهاش. طبعا احنا بنعمل الفيديوهات دي بنفيد بعض، حتى لو بمعلومه او باي حاجه. تمام. وكمان فيديو المشتريات ده عشان تشوفوا الاسعار، طبعا كل بلد وفيها الاسعار. وحابه اقول لكم زي ما بقول لكم في كل فيديو يا جماعه، انا مش بروح كل اسبوع اجيب الحاجات دي كلها، لا، انا ممكن يعدي اسبوعين ثلاثه ما اجيبش مثلا الحاجات دي، لان بيبقى عندي مثلا الطماطم، البطاطس، الخضار، الحاجات دي يعني بتفضل معايا بالاسبوعين. تمام. فانت ما توقفيش نفسك على حاجه، ما تشيليش نفسك فوق طاقتها. الموجود عندك مشي بيه وخلاص. تمام كده. قلنا خلاص المساكه دي تمام. ده بقى اللي هو الستيكر بتاع البوتاجاز، بتاع الازاز بتاع البوتاجاز. الستيكر ده انا كنت تقريبا بجيبه ب5 جنيه الواحده، كنت بجيبها ب5 جنيه. دلوقتي انا جايباها من السوق، يعني مش من المحل، كمان جايباها من السوق ب7 جنيه ونص. يعني جبت الاثنين ب15 جنيه. جبت الاثنين اهو، جبت الاثنين ب15 جنيه. عشان بصراحه الستيكر اللي على البوتاجاز انا جبت واحد للبوتاجاز وجبت واحد للحيطه. الحيطه اللي هي اللي جنب البوتاجاز بتاعي مش متبلطه، فهي بتبهدل الدنيا، فانا بضطر ان انا اجيب لها الستيكر ده كل فتره، مش على طول، بجيبه لها كل فتره. تمام كده. زي ما قلت لكم انا جبت الاثنين ب 15 جنيه. هنشوف بقى الاسعار معانا. وجبت كمان اللهم صل على النبي، جبت برضو اللي هو الصابون ده، جبت الاربعه ب 25 جنيه بالليمون، حلو جدا ريحته عجبتني بصراحه. وجبت الصابون الاسود ده، انا مش بستخدمه طبعا، احنا كلنا بنستخدم البريل، بس انا بجيبه حلو جدا، بينظف الالومنيوم وبيبقى حلو جدا عن الصابون السائل كتير طبعا، كلنا عارفين الكلام ده. اول حاجه انا جبتها هنا، جبت الخضره دي. تمام. جبت الربطه دي جرجير. وجبت الشبت، ربطه الشبت او الخضره دي كانت عامله الواحده عامله 2 جنيه، انا جبت الثلاثه ب5 جنيه في السوق اهي. انا جبت الثلاثه ب5 جنيه، حلوه جدا. انا بخلي واحده في الثلاجه، والباقي لو هو كتير بخرطه وبقطعه كرات صغيره كده وبحطها في الفريزر، بيبقى حلو جدا، بينفعك طبعا وقت ما تكوني انت مش عارفه تجيبي. تمام. جبت هنا فلفل اسود ب5 جنيه، وجبت كمون، وجبت بابريكا، وجبت ورق لوري. تمام. دي الحاجات اللي البيت بتاعي محتاجها من البهارات، فانا هسيبها برضه على جنب كده. جبت هنا اللي هو الكلامنتينا ده. تمام. جبت الكلامنتينا ده، جبتها ب5 جنيه. بصراحه انا ما دقتهاش عشان ما اضحكش عليكم يعني، بس بيقول ان هي مسكره. تمام. بيقول ان هي حلوه يعني. ف كانت عامله الطماطم 5 جنيه. تمام. انا جبت ب20. تمام كده. جبت ب20. كانت هي جامده حلوه بصراحه. كان في طماطم التلاته ب10، بس كانت مستويه، ما كانتش هتستحمل اصلا تقعد في التلاجة قد كده يومين. انما الطماطم دي انا جبتها كده ايه جامده وحلوه، فكانت ايه يعني تستحمل تقعد معاكي بالاسبوع، وممكن زياده عن الاسبوع كمان لو الطماطم محمله معاكي وجامده. تمام كده. هنا بقى جبت البطاطس. البطاطس كانت ب10 جنيه. بصراحه مش عارفه، انا كنت بقول هي غاليه، مجرد ما انا بس مستها بايدي كده، حطيت ايدي هنا كده، مش عاوزه اقول لكم بصراحه، يعني حاسه ان وشي كده بيطلع نار وحياه ربنا. فانا جبت كان الفلفل والشطه ده، كان الكيلو ونص ب10. تمام. الكيلو ونص ب10 بجد حلوه جدا. برضو الفلفل والشطه كده خلاص. وجبت هنا برضو الجزر، انا جبت ب5 جنيه. طبعا الجزر حلو جدا وليه استخداماته كتير في الاكل. تمام. كان الكيلو ونص ب10 جنيه برضو، بس انا جبت ب5 جنيه بس. تمام كده. وكان الليمون ب5 جنيه، انا جبت ب10. الليمون الكيلو ب5 جنيه، انا جبت ب10 جنيه. بالثوم جبت اللهم صل على النبي، جبت الكيلو ب5 جنيه. الثوم ما شاء الله جميل اهو. الثوم انا جايباها كده صغيره وحلوه خالص. الثوم عامله ازاي قد ايه صغيره. تمام كده. وكمان الخيار، جبت الخيار برضو. شوف الخيار عامل الكيلو ونص ب10 جنيه. مش عارفه ايه حكايه يا جماعه الكيلو ونص دي والله. والسمعه جبت الخيار برضو الكيلو ونص ب10 جنيه. انا كان في صغير كتير. تمام. بس انا اللي حبيت اجيب اللي هو الكبير شويه ده. السمعه اهو، في صغير برضو كتير اهو. تمام كده. وجبت كمان اللي هو البلح ده. جبت البلح ده، بلح اللي هو العجوه. وجبت
البلح ده برضو للورث ان شاء الله، نعمل مع بعض ورث كتير بالعجوه، هنعمل مع بعض قراقيش بالعجوه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. تمام كده. جبت كمان المفرش ده، جبت المفرش ده بتاع الترابيزه بتاع المطبخ. تخيلوا المفرش ده عامل 25 جنيه، يعني انا صراحه ما رضيتش اجيبه حتى ب 15 جنيه وحياه ربنا. بصوا انا كنت عايزه، هو الشكل ده ما كانش عاجبني بصراحه، كنت عايزه شكل تاني ولون تاني، بس ايه الست قالت اللي هي كانت قاعده على الفرش وكده، قالت ان هي ده كان اخر واحد معاها، ده عامل 25 جنيه. تخيلوا بصراحه انا كرهت ان انا اجيبه، انا كل ما اجيب مفرش زي ده للترابيزه مش عاوزه اقول لكم ابني بيعمل فيهم ايه، وحياه ربنا بيمسكهم بالمقص والسكينه كده ما شاء الله، بيبهدل تقطيع على طول كده بالمقص بالسكينه، اي حاجه بينزل يغلي. يعني بصوا يعني بس اهو، سلم عليهم يلا، قول لهم عاملين ايه، قول لهم ما تنسوش تحطوا لايك. يا جماعه اسمعوا الكلام، حطوا لايك للفيديو، يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمؤية. وبصراحه حبايب قلبي وصلنا لنهايه الفيديو بتاعي مش طويل خالص، يا ريت تتفرجوا عليه للاخر، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمؤية، واشوفكم على خير في يوم جديد وروتين جديد من يوميات ست البيت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.